تعرفي ايه هي المشيمة؟ طب وتعرفي ايه مشاكلها؟ وايه هي الأسباب اللي بتأثر على صحة المشيمة؟ طب ايه هي أعراضها؟ كل المعلومات دي هقولك عليها، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. كتير منكم يا حبايبي مفكر ان المشيمة هي الحبل السري، وده غلط. المشيمة بتتكون أثناء الحمل، وبتكون موجودة أعلى الرحم أو على الجنين، ووظيفتها إنها بتنقل الأكسجين والمية والأجسام المضادة وكل المواد الغذائية اللي بيحتاجها الجنين من دم الأم. مش بس كده، ده كمان مسؤولة عن إنتاج هرمونات ضرورية لجسم الحامل. ده غير إن لما الأم بتوصل لنهاية فترة الحمل بتبتدي المشيمة تبعت أجسام مضادة من جسم الأم للجنين. ليه بقى؟ علشان تساعد الطفل على مقاومة الأمراض والعدوى لمدة 3 أشهر بعد الولادة. طب تعالى أقولك إيه هي مشاكلها. المشيمة النازلة، وفي المشيمة الملتصقة، ودي بقى بتبقى خطيرة جدا، ولما بيكون في انفصال المشيمة عن جدار الرحم، سواء انفصال جزئي أو كلي قبل الولادة. والمشيمة المحتبسة وتضخم وكسور المشيمة، كل ده مشاكل المشيمة. تعالي بقى أقولك إيه هي الأسباب اللي بتأثر على صحة المشيمة لما تكوني حامل في توأم أو أكتر، وكمان التدخين وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ومشاكل كسور في الدم والإصابة بمشاكل فيها من الحمل السابق. ده كمان هيأثر على صحة المشيمة في الحمل اللي بعد كده، والخضوع لجراحة مسبقة في الرحم وإزالة الألياف أو الأورام. طيب إزاي تعرفي إن في مشكلة في المشيمة أو إيه أعراضها؟ نزيف مهبلي وآلام أسفل الظهر والبطن، وبيحصل لك كمان تشنجات في الرحم. طب إزاي بقى تحافظي على صحة المشيمة؟ إنك لازم تتابعي مع الدكتور في مواعيد منتظمة، لأنه هو الوحيد اللي هيقدر يساعدك لحد ما تقومي بالسلامة يا بنتي. وفي الختام يا رب تكوني بسلام، يا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. يلا ابعتولي على صفحة البرنامج وانا هرد عليكم على طول، واستنوني في حلقة جديدة من برنامجكم الدايم.